وده مش معناه ان لا قدر الله الفيلم 10/10، لا 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 خالص. الفيلم فيه عيوب برضه، لكن عيوبه اقل بكتير من مميزاته. هتكلم معاكم في أول حلقة في الموسم الثاني وآخر حلقة في سنة 22 عن أحلى 7 أفلام اتعملت السنة دي. هي للأسف سنة ضعيفة سينمائيا، بس أهو الأعور أحسن من الأعمى، لكن التوب 3 هم اللي فيهم الأمل كله. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وقبل ما نبدأ حلقتنا أستأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. يا مساء الفل على الكل. اعذروني على المايك ده بس عشان اقدم لكم احسن جودة صوت. سنة 22 كانت سنة ضعيفة سينمائيا وفنيا واقتصاديا وكل حاجة، وده انعكس على سوق السينما المصرية اللي انتجت افلام زي تماسيح النيل للمخرج سامح عبد العزيز، وفيلم فارس اول بطولة للفنان احمد زاهر، وفيلم بحبك اول اخراج للفنان تامر حسني، ومش هننسى طبعا فيلم زومبي بطولة علي ربيع، وافلام تانية زي فيلم العنكبوت وخطة مازنجر ومعالي ماما وتحت تهديد السلاح وقمر 14 ولعبة شيطان. وده أقل مثال عن مستوى معظم الأفلام السنة دي، لكن هنحاول نطلع أحسن الوحشين ونشوف 7 أفلام فيها حاجة حلوة. بس للأمانة في أفلام ما شفتهاش زي فيلم فضل ونعمة وفيلم تسليم أهالي. وندخل على طول في الفيلم السابع معانا في قائمتنا اللي تقريبا عليه لعنة. الفيلم اتصور من 2-3 واتركن في العلب، وبعدها نزل في السينمات وفشل فشل ذريع، ونزل بعدها ب3 شهور بس على المنصات، ويا ريته ما نزل. فيلم أشباح أوروبا، الفيلم من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر. في الأول ومن الآخر الفيلم مش حلو خالص، وفكك ومفيش تمثيل، والحوار مش حلو خالص، حتى مشاهد الأكشن أوفر وطويلة، وتحس اللي اتصور منها في أوروبا مشاهد من لعبة GTA ولا نيد فور سبيد، برغم تصويرها الحلو بس تحسها منحوتة برضه. ده المطاردتين الحيلة اللي في الفيلم مشهد واحد ومعمول على مرتين. قصة الفيلم وأحداثه غريبة شوية، وقصدي هنا غريبة مش تجربة جديدة، لا هو المخرج بيخبط هنا شوية وهناك شوية، وانت المطلوب منك كمشاهد انك تنبهر بالكادرات الجامدة والملابس الشيك قوي والشعبي كمان. الفيلم وحش وما عجبنيش وكله كلاشيهات وإفيهات مستهلكة، بس لو عاوز تضيع ساعة ونص وانت بتعمل حاجة بيس اتفرج عليه. ورقم 6 معانا هو الفيلم الكوميدي الدعوة عامة، بطولة محمد عبد الرحمن توتة والفيشاوي كمان مرة. والعامل المشترك بين فيلم أشباح أوروبا وفيلم الدعوة عامة إن الفيشاوي ما مثلش فيهم خالص، حضر جسد بدون روح، طالع يقول كلام السكريبت زي ما يكون بيسمعه لنفسه. الفيلم أقل ما يقال عنه إنه تافه وجواه شوية لقطات كوميدية من توتة، وقصدي هنا لقطات مش مشاهد، لأن الفيلم ما فيهوش مشهد من أوله لآخره حلو. ممكن بين كل 10 مشاهد تلاقي لقطة حلوة ولا حاجة. الفيلم لا فيه كادرات ولا أماكن تصوير، وأوقات كتير ولا تصوير أصلا، وفي مشاهد كتير مش مفهومة في الفيلم وملهاش أي لازمة ودمها تقيل كمان. ودي خلاصة الفيلم، شغاله وانت بتاكل ولا وانت بتروق قط. ويلا بينا نروح على الفيلم اللي بعده، كفاية على ده كده. والفيلم اللي بعده رقم 5 هو فيلم عمهم لمحمد إمام. بصوا أنا بحب محمد إمام جدا ومن الناس اللي بتضحكني، لكن اتجاهه الفترة اللي فاتت إنه يعمل خلطة عادل رمضان بحتة كوميديا من عادل إمام على حتة شعبي وشبحانة من محمد رمضان، دي اللي ما بتعجبنيش خالص في أفلامه في الفترة الأخيرة. يعني أفلامك بنحبها علشان عارفين إننا داخلين نشوف فيلم أكشن كوميدي، لكن لما بتروح الشبح الكوميدي ما بتعجبنيش خالص. المهم الفيلم حلو وفيه كوميديا وأكشن حلوين وحركات مش هتندم انك اتفرجت عليه، لكن مش هيعلق معاك الفيلم زي كوميديا فيلم جحيم في الهند ولا لطافة فيلم لص بغداد. الفيلم مش وحش والله، لكن مش احلى افلام محمد امام ولا احلى فيلم كوميدي ولا اكشن السنة دي، وانصحكم طبعا انكم تتفرجوا عليه لان فيه لقطات كوميدية كتير وفيه شوية مشاهد اكشن معقولة. والفيلم الرابع معانا في قائمتنا هو فيلم كوميدي برضه، بس للنجم الكبير
أحمد حلمي، فيلم واحد تاني. الفيلم حاله ما يختلفش عن الأفلام اللي اتكلمنا عليها قبل كده، بس الاختلاف هنا في نجومية أحمد حلمي وسحره على الشاشة. الفيلم بتدور قصته عن واحد فاشل وسط زمايله الناجحين، فبيقرر انه يعمل عملية في منطقة حساسة في جسمه علشان يرجع ثقته بنفسه وشغفه اللي كان عنده أيام الشباب وأيام الشلة. القصة حلوة وطلع منها مواقف كتير كوميدية، والممثلين مثلوا حلو قوي، بس تحس برضه ان مفيش كيمياء بينهم. احمد مالك وروبي بالذات مفيش بينهم كيمياء مع احمد حلمي، وده حسيته في اوقات كتير وفي مشاهد كتير في الفيلم. ممكن الممثلين ما يكونوش عملوا بروفات كفاية قبل التصوير، او المخرج عاوز يوصل لنا معنى او هدف درامي في دماغه او في الورق، لكن ده برضه اثر على الفيلم. لكن اكبر عيوب الفيلم بالنسبة لي وهي الايحاءات والموضوع الحساس اللي هو حبكة الفيلم اصلا. ما عادي يا عم، كنت نقلت الكبسولة لاي مكان تاني واستغنيت عن مشهد ولا اتنين بيضحكوا وخلاص. الفيلم حلو بس مش حلو قوي زي كل افلام احمد حلمي في عهده الجديد. وفي المجمل الفيلم ظريف، بس كنا عاوزين اكتر من كده من حلمي، علشان سحره اللي بنقبل علشانه الافلام في الفترة الاخيرة هيقل مع الوقت، وهيقل معاه انتاج حلمي اللي بنستناه على احر من الجمر. واحنا مش عاوزين كده، عاوزين النجم احمد حلمي يفضل بمستواه ويمتعنا كل سنة بفيلم يكون من اعلى الايرادات، ونوصل بقى للتوب 3 من قائمتنا من احسن افلام في سنة 22. ورقم 3 معانا هو فيلم حامل اللقب بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، في اول تجارب هشام ماجد في البطولة لوحده، واللي نجح فيها جدا جدا جدا. وقبل ما نتكلم عن الفيلم، من اهم مميزات هشام ماجد والثلاثي عامة ان افكارهم فريش وجريئة على السينما المصرية، وده اكبر سبب لنجاح افلامهم الجماهيري وفي شباك التذاكر كمان. قصة فيلم حامل اللقب بتدور ان الشخصية اللي بيقوم بيها هشام ماجد راجل رخم جدا جدا جدا، لكن بيحصل له موقف وبيبقى حامل. الفكرة جميلة وجديدة وحلوة، وقدر يطلع منها كم مواقف وإفيهات تخليك قاعد مشدود طول الفيلم عاوز تعرف ايه اللي هيحصل تاني بطريقة غريبة وكوميدية. الفيلم حلو قوي وخفيف وفيه فكرة حلوة، وكان نفسي احطه رقم 1، بس الفيلم رقم 1 انا اتعلقت بيه اكتر وحبيته اكتر. ورقم 2 معانا هو الفيلم التاريخي الملحمي كيرة والجن، بطولة نجوم مصر الكبار كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري، وإخراج العبقري مروان حامد. الفيلم بيحكي قصة كفاح المصريين من أيام الاحتلال الإنجليزي من خلال شخصيتين كيرة والجن وفرقتهم للكفاح ضد المحتل الإنجليزي، وبتدور أحداث الفيلم في شوارع القاهرة ومخابئ المقاومة وبيوت المصريين وقتها. الفيلم ملحمة بصرية عالمي، الصورة رهيبة والموسيقى والصوت حلوين قوي قوي قوي، والتمثيل تقريبا من كل الممثلين أعلى أداء ليهم، وده مش جديد على المخرج مروان حامد اللي بيعرف يتحكم في كل أدواته من ممثلين وصوت ومونتاج وكل حاجة علشان يخرج فيلم بمستوى فني عالي وأوقات كتير عالمي. السيناريو والحوار متماسكين جدا لحد النص الأولاني من الفيلم، ودي نسبة معقولة جدا بسبب كبر الفيلم إنتاجيا وطول مدته اللي قربت من ال3 ساعات. لكن بعد نص الفيلم أوقات الإيقاع بيقع، وأوقات أحداث منطقية بتحصل وبتظهر وما نلاقيلهاش سبب، بس برضه هنعذر المخرج علشان الأسباب اللي قلناها وبالذات طول مدة الفيلم. لكن في الآخر هيفضل فيلم كيرة والجن من أحلى وأهم أفلام الأكشن التاريخية في مصر، مش السنة دي بس. ونروح مع بعض لرقم 1، الفيلم اللي سحرني وحبيته برغم التعليقات السلبية والوحشة اللي سمعتها عنه قبل ما اشوف، فيلم الجريمة بطولة أحمد عز وماجد الكدواني ومن إخراج المخرج الكبير شريف عرفة. الفيلم ده من أشجع القصص السينمائية اللي شفتها من زمان، ومن أحلى الأداءات التمثيلية لأحمد عز وطبعا ماجد الكدواني اللي في كل فيلم ولا في كل مسلسل ولا في كل مشهد بيعلي على الممثلين اللي معاه وبيثبت انه من اجمد الممثلين على الساحه. فيلم الجريمه فيلم نفسي بالدرجه الاولى، وشريف عرفة اللي بالمناسبه هو اللي كاتب قصه الفيلم عرف يخرج لنا فيلم من احلى افلام السنه الضعيفه دي. ممكن تقنيا وانتاجيا وملحميا كيرة والجن اعلى منه، لكن خبره وتقنيه شريف عرفة في حته تانية خالص، بالديكورات والالوان
وحركة الكاميرا والأداءات التمثيلية من الأربع شخصيات الرئيسية، أحمد عز وماجد الكدواني ومنة شلبي والجامد نبيل عيسى اللي أنا بحبه جدا وبحب ظهوره على الشاشة. الفيلم بيحكي قصة عادل اللي عنده مرض نفسي مجنون وبيعمل حاجات ومصايب ومحدش عارف يمسك عليه حاجة، وده بيخلينا نشوف مبارزات تمثيلية بين أحمد عز وماجد الكدواني اللي قايم بدور الضابط خطيرة، وألعاب عقل بين الشخصيات تهبلك. ده غير اللعب اللي في السيناريو، واتنين بلوت تويست جامدين قوي في الفيلم، وكله على الهادي بفن من غير فزلكة. وده مش معناه ان لا قدر الله الفيلم 10/10، لا 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 خالص. الفيلم فيه عيوب برضه، لكن عيوبه اقل بكتير من مميزات، واي حد بيحب افلام الجريمة او الافلام النفسية لازم يتفرج على الفيلم ده على ضمانتي، ولا اقول لكم على ضمانة شريف عرف. يعني خلاصة حلقتنا في سهرتك النهاردة، لو حابب تتفرج على فيلم جريمة وسسبنس اتفرج على فيلم الجريمة، لو عاوز فيلم اكشن وحركات اتفرج على فيلم كيرة والجن، لو عاوز كوميدي وتقعد تضحك طول الليل اتفرج على فيلم حامل اللقب. واعتقد يبقى انا عملت كده اللي عليا، ورشحت لك 7 افلام واديتك 3 منهم كمان تسهر بيهم في ال3 ايام الويك اند اللي جايين. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة 23 تكون سعيدة علينا وعليكم، واشوفكم في حلقة جديدة في السينما. سلام.